ازيك؟ عامل ايه؟ اتمنى تكون كويس. ودي 8 عيوب عن البوكو اكس 3 برو. قبل ما نبدأ، لو انت اول مرة هنا انزل اعمل اشتراك في القناة ولايك ويلا نبدأ. واول عيب وهي زوايا رؤية الشاشة هنا مش كويسة. يعني لو بصيت على الشاشة من اليمين او الشمال هتحس ان الشاشة الوانها بتدي رمادي او الكونتراست بيقل. وبرضه لو جيت تبص على حواف الشاشة هتلاقي في ظلال على الاطراف وعند الكاميرا الامامية. وتاني عيب حجم الجهاز. حجم الجهاز سميك جدا وتقيل، وتقريبا الموبايل ده ربع كيلو. ده بيدي صعوبة واحساس رخم في المسكة، وطبعا الموبايل ده من البلاستيك وده بيدي احساس رخيص للموبايل. حتى تكة الزراير بتزيق معاك وانت بتدوس عليها. وبمناسبة تصميم فده بينقلنا للعيب اللي بعده. ظهر الجهاز هنا تحس ان هو مش مربوط كويس، او من الاخر لابب كده من النص. هتلاقي الظهر بتاع الجهاز هنا بيتهز مع اي حاجة بتشتغل في السماعات، ومش بيتهز خفيف زي موبايلات الاستيريو، لا الهزة هنا غبية. وانا جربت موبايلات كتير والظهر في الموبايل ده هزته مستفزة مش هطيقها. الكاميرات في الموبايل هنا من اكبر نقط ضعفه ان ما كانتش اكبر. التفاصيل هنا في السنسور ضايع. ممكن الصبح تبقى كويسة عشان المعالجة والديناميك رينج، لكن تيجي بالليل بقى مفيش تفاصيل ونويز والدنيا ضايعة. برضه اخوك عنده الحل. لايكك بقى وانزل اكتب لي كومنت لو عايز الحلول. هعمل لك فيديو كده ازاي توقف زنة الظهر بتاع الموبايل وازاي تخلي الكاميرا ادائها احسن. المهم نروح للعيب اللي بعده. للاسف الشبكه بتسقط في الموبايل فجأة كده، تلاقي الشبكة فصلت ولازم تفعل وضع الطيران وتلغيه، لانك لو استنيتها لوحدها ترجع فهي مش هترجع. لازم تشغل وضع الطيران وبعد كده تفصله عشان الشبكة ترجع. والعيب اللي بعده هنا ان النوتيفيكيشن ليد نازلة شوية عن وش الموبايل. يعني انت تيجي تبص على النوتيفيكيشن ليد، فليكن مثلا انت حاطط الموبايل على الشحن وبتبص عليه من بعيد، فانت مش هتشوف النوتيفيكيشن ليد لو جات لك رساله او هو بيشحن ولا لا، لان هي نازله عن سطح الموبايل. يعني تيجي تبص من ورا شويه كده، لازم تقرب من الموبايل وتبقى بالظبط فوقيه عشان تعرف تشوف هي منوره ولا لا. واضاءتها كمان مش قويه، فالموضوع بيبقى اصعب. والعيب الاخير والكبير هنا في الموبايل وهو الثروتلينج في الاداء. يعني الموبايل حتى لو هو سخن انت مش هتعرف ان هو سخن، لان انا زي ما انا قلت في اول فيديو ان الموبايل سميك وكمان الظهر طالع شويه عنه، فانت مش هتحس بالحراره بتاعه المعالج قوي حتى لو هو سخن. فالجهاز لما بيسخن ممكن اداؤه يقل النص تقريبا. بس بيس يا مان، حتى لو نزل النص هتبقى زي معالجات ال700، فانت لسه في الامان. فحاول ما تخليش الموبايل يسخن وبس كده. دي كانت كل حاجه الفيديو بتاع النهارده. لو لسه ما عملتش اشتراك في القناه ولايك، انزل اعمل اشتراك ومن وبس كده. يلا، السلام عليكم.